هاي، عاملين ايه؟ وحشتني كتير قد كده. اهلا بيكم في يوميات نغومه. بصوا يا جماعه، انا النهارده جايه اكلمكم في موضوع بقى منتشر وبكثره، اللي هو الواحد مش فاهم فيه ايه. اوكي، الحسد. كل ما يحصل حاجه لحد يقول لك انا محسود. ليه يا عم؟ ايه اللي حسدك بس؟ يعني فهمونا كده بالراحه. في واحده اعرفها كل ما تشوفني تقول لي انا محسوده، انا محسوده. فما يعني ايه، ما كانش عندي الفضول ان انا اسالها يعني محسوده على ايه وليه، يعني ما انا شايفه بعيني. بس يعني اتصيت في نظري كده وفي عقلي وقلت لها طب احكي فضفضي يا اختي، مالك محسوده ليه؟ فتقول لك فجاه انتشر عندي النمل والصراصير. الحسد، الحسد يعني. قلت لك يعني الموضوع ما يمشيش معاكي عدم نظافه ايه؟ لا يعني عادي، يعني جربي تحطي شويه ديتول كده وشرشوبه كده توديهم واحده يمين واحده شمال والدنيا تظبط معاكي. تقول لك لا، لا ده حسد. ده فلانه دخلت عندي اول ما شافت، دخلت عندك شافت ايه؟ شافت ايه يعني عندك ايه مش عندها؟ يعني شافت ايه؟ ده إيه؟ الشقه مكركبه 24 ساعه من العيال. يعني شافت ايه لفت نظرها يعني فحسدت الدنيا يعني؟ خير يا اختي، الموضوع ما يجيش معاكي عدم نظافه. نضفي يا وليه، نضفي يا اختي. الحسد ايه؟ هنجيب الحسد كمان في عدم النظافه؟ بصي انتي ايه واخده مني ها ولا؟ طب خلاص خلاص خلاص، ارغي ارغي. قولي حاجه. طب هقولك يا ستي، عندي كوباياتي اللي في النيش خرجتها، قلت بقى ايه اطلع بقى اعمل لابو العيال شاي. اوكي، وبعدين الكوبايه طقت. اول ما حطيت فيها الشاي وكانت لسه فلانه نازله من عندي، الكوبايه طقت. مم. حسد. يعني ما يجيش معاكي ان عمرها الافتراضي انتهى؟ لا حسد. انت عارفه ده انا شايلاهم في ايه؟ ايوه يا اختي، ده انت متجوزه بقالك 25 سنه، حابسه الكوبايات بقالك 25 سنه يا اختي، ما ليها حق ان هي تتنيل على عينيها الطق. ده انا طقيت. لا بصي، احكي لي يا هقول لك على الكبير. ها يا ستي اديني سامحه، احكي على الكبير. لسه جايبه جزمه جديده يا ولا، وماشيه بيها وفلانه شافتني وانا ماشيه الكعب اتكسر. اه. وبعدين كعب اتكسر خلاص، ما انا بقول لك انا محسوده. يعني ما يجيش معاكي مثلا ان الجزمه دي نوعها رديء، او شايله حجم كده فوقيها مش قادره تستحمله، يعني او الزحلقنا في زلطه ولا في طوبه ولا في حاجه. يعني في حسد ايه يا وليه؟ حسد ايه؟ حسد ايه يا جدعان؟ يعني فين يعني انا اقول ان ده حسد؟ ليه؟ يعني ما يعني لكل حاجه وليها حاجه برضه. الحسد موجود، بس تحسدي على حاجه تستاهل ان انت تتحسدي عليها. فما جتلهاش سكه في موضوع الحسد، فقالت لي بصي، من الاخر كده انا مسحوره. مين اللي عمل لك السحر؟ لا معرفش. طب ايه اللي اوحالك بكده؟ جوزي مش طايقني، شايفني قرده. يعني ده مش ده شكلك اصلا ايه؟ لا عادي، يعني شايفك قرده ازاي؟ مش طايق يبص في وشي. امم اميره، ايه؟ هو بيشوفك بشعرك المنكوش ده كل يوم وبعينيك المعمصه دي؟ هعمل ايه؟ ما انا قاعده بذاكر للعيال وبعمل شغل البيت مش فاضيه. مالي حق يا اختي ما يطقكيش. خشي سرحي شعرك يا اختي، اغسلي وشك. سحر يا ابني ليه ايه؟ احنا بقينا ننزل مع عفاريت؟ والله العفاريت بقت مظلومه معانا في الزمن الاسود ده. يعني ما هو لازم يشوفك قرده؟ ما انت مش غاسله وشك، ده انت مش مسرحه شعرك، ده انت بقالك تقريبا سنتين ما سرحتيش شعرك. هيبص في وشك على ايه؟ سحر إيه؟ مين اللي فاضي عشان يعمل لك سحر ياما؟ ده انت لوحدك مسحوره. خير. لا، ما قعدت يعني مرارتي اتفقعت، فخلاص بقى كفايه كده، انا مش عايزه اسمع حكايات تاني. بلا محسوده بلا مسحوره. في ايه يا جدعان؟ كل ما يحصل حاجه في حياتنا اصل انا محسوده، كل مش اصل انا مسحوره. ايه يا اختي مالك انت وهي؟ ما تتعدلوا كده. هتتحسدي على وكسة ايه وعلى نيلة ايه؟ عندك اللي مش عند غيرك؟ يعني إيه؟ اتكلموا عن حاجه يا جماعه تستاهل ان الواحد يحسد عليها عادي يعني. انتظروني في قناه يوميات نغومه، اوعوا تروحوا في اي حته. باي.